في مصر وبتحديد مدينة القاهرة، عن امرأة اسمها أم صابر التي كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي إلى أن جاءت جارتها الجديدة التي تدعى كوثر، وهي تقول: أريد منك المساعدة. فردت عليها أم صابر: وكيف أساعدك؟ فردت عليها: يريد ابنك صابر. أريد أخذه ولا ساحرة حتى تخبرني بحقيقة اختفاء نقودي ولا الذهب. فردت عليها أم صابر: لا مستحيل نانسي، الموضوع لن يذهب معك ابني. فردت عليها كوثر بنبرة غضب: إذ لم يذهب معي صابر إلى الساحرة سوف أقدم إبلاغ في قسم شرطة وأقول أنت هي من سرق نقودي والذهب. وبعد تفكير عميق قالت أم صابر: حسنا، أنا مواقفة. أخذت المدعوة كوثر صابر الذي كان وحيد أمه وأبوه ولا للساحرة التي حضرت جن على صابر من خلال سحر فتح المناديل، وفجأة بدا صابر يحرك يده بطريقة سريعة جدا، ثم قال بصوت خشن ومرعن: النقود والذهب في غرفة شقيقك. ثم عاد صابر إلى طبيعته، ولما حاولت المشعوذة إخراج الجن منه لم تستطع، لأن الجن كان خطيرا جدا. بدا صابر يصرخ بصوت مرعب، ما جعل كل الحضور وهم من زبناء الساحرة يهرعون من شدة المنظر المفزع. وخرجت المدعوة كوثر ومعها صابر الذي أصبح مسكون بالجي. بعد ذلك أخذت الأم وابنها لكل الرقات وذوي الاختصاص، لكن بدون جدوى. حسب ما يقال أن صابر أصبح يطير في الهواء، وأحيانا يختفي، وأحيانا يسمعون صوت صابر وهو يبكي، وعندما تدخل الأم لا تجد شيء سوى صابر الذي كان نائما. وأحيانا تشاهد كائنات غريبة ومرعبة في البيت تتجول بعد منتصف الليل، وخيال يمر بجانب صابر عندما يخلد للنوم. واستمر الوضع على هذا الحال إلى أن جاء شيخ الأزهر الشريف يطالب بمعالجة صابر بدون مقابل. عندما سمع بقصته المؤثرة بدأ الشيخ في قراءة القرآن الكريم، وكان صابر يصرخ ويقول كلام بلغة غير مفهومة، ثم تغير شكل عينيه إلى لون أبيض وبشكل مرعب وهو يصرخ بصوت عال. فقال له الشيخ: من أنت؟ فرد عليه: أنا من ملوك الجن الكافر، وأريد دخول في جسد صابر. لقد اتفقت كوثر مع الساحرة على بيع صابر مقابل هدف واحد، وهو العثور على نقودها والذهب. فرد عليه الشيخ: يجب أن تخرج وإلا سوف تموت. ارتعب الجن وهو يقول: لا ارحمني أرجوك، أريد البقاء في جسده. لكن الشيخ رفض طلب الجن، وبدأ في قراءة القرآن الكريم لأن خرج الجن من جسم صابر الذي سقط على أرض وهو مغمى عليه. وبعد بضع دقائق عاد صابر إلى حالته الطبيعية، وكذلك انتهى كل شيء. نهاية القصة. إلى اللقاء.